بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. قال تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده. نعم. ما هو الوعد؟ الوعد هو أن تبشر إنسان بخير بس لسه زمانه ما جاش، يقول له يا واد ذاكر وانا اوعدك بقى انك انت لما تنجح كده هجيب لك عجله، هجيب لك بدله، هوديك مش عارف افسحك. يبقى الوعد تبشير بخير لم ياتي زمانه بعد. ليه ما ياتي زمانه بعد؟ قال علشان انا عايزه يتجدعن عشان يروح له فما جيلوش في ساعتها. طيب والوعيد مقابله الوعيد، الوعيد ان تعلمه بشر برضه لسه اوانه ما جاش، علشان ايه؟ يبتعد عنه. فوعد الله أن يبشر من آمن به واتبع منهجه بجنة فيها خلود لا يتركها ولا هي تتركه، ولا الطعام ينتهي ولا أدل بالبشر. وما دام ربنا هو اللي وعد يبقى مش ممكن يخلف. ليه؟ لأن ما فيش قدرة أعلى منه عشان تمنع، ولا فيش تغير في ذاته علشان نقول قلبه يتغير علينا. التغير من الأحداث. طيب والتانيين قال لك يصح ان في بشر يوعد ببشر، انما انت ما ضمنتش حياتك انك تفضل يا اخوي. ما يمكن قلبك يتغير، ما يمكن حد يجي لك بوشايه كده قلبك تخلف الميعاد. انما الله الذي يعد يبقى لا يمكن وعده يخلف، لان لا قوه فوقه تنهاه ولا عجز يعتريه فيهم. انما البشر يوعدهم ويمكن يخلفهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. الوعيد بيجي بشر، يوعده يعده بشر هيجي له، ان فعلت كده هيجي لك الشر. هو التحذير. بقول له يا دهر يا منجز إعاده ومخلف المأمول من وعده. يعني انت طبيعتك يا دهر صعب، ان وعدت تخلف وإن أوعدت تفي. قبل احنا لما جينا في سورة والعصر إن الإنسان لفي خسر، قلنا إن العصر مراد به طائفة زمنية يحكمها شيء، وفي الأديان تحكمها رسالات. قوم فرعون، قوم هود، قوم صالح. يبقى الفترة دي اللي لها نبي ده نظام جامعة، يبقى ده عصر. ويجي عصر نبي تاني، زي ما بنقول العصر الايه؟ الجاهلي، العصر العباسي، العصر صدر الاسلام. يبقى حاجه تجمعها طائفه، بس في التدين يجمعها رسول. هذا العصر بتاعه. والعصر يعني خدوا بالكم من الامم اللي خليت، وشوفوا لما عصوا حصل لهم ايه، ولما اطاعوا حصل لهم ايه. خلاص كده. وقد يطلق العصر، نسينا نقول، على الوقت اللي بنصليه وقت العصر، وقد يطلق العصر على الصلاه. فاحنا قلنا في العصر في الامم في خسر، اللي كذب الرسل جات لهم البلاوي، واللي ما كذبوهم نكسبهم وعالوا مباشرة، لانهم ايه؟ عملوا المنهج وتواصوا بالحق فيما بينهم وتواصوا بالصبر فنجحوا. هات العصر كزمن مش كوقت للصلاه. قال لك العصر ده اخر النهار، واخر النهار كل واحد له حصيلة يومه. فإن كان اجتهد كده وقعد زرع وعمل ومش عارف ايه وذاكر ومش عارف ايه، يجي العصر بتاعه الحصيلة تبقى حلوة. وإن كان لعب بقى وقعد على القهوة ومش عارف ايه، طبعا يبقى أكن العصر حصيلة الزمن قبله. فالذي جد بعمل آمن بفكرة وخدمها وعمل صالح، يجي العصر كده يبقى مبسوط ان هو بقى ايه؟ ينام مرتاح، لكن عملت كده. والتاني يعمل ايه؟ يبقى اللي ما عملش كده يبقى في خسر وخسارة. اللي ما زرعش، اللي ما عملش صنعة، اللي ما تاجرش يبقى ضايع. ادي معناه. والعصر اللي هو المراد بها الصلاة في وقت الايه؟ الصلاة في وقت الايه؟ العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. وتعاونوا على البر والتقوى، أليس في ذلك رعاية لمصالح المؤمنين وحماية لحقوقهم؟ الحق سبحانه وتعالى نصر مواهبه على خلقه، فلم يعطي واحد مجمع فضائل كله ويبقى هو اللي، بل دي في دي ودي في دي ودي في دي ودي في دي ودي في دي. يبقى لازم نتعاون، لأن العمل الواحد يحتاج مثلا إلى ممول، مش كده؟ يحتاج إلى مثلا منفذ للمشروع، يحتاج إلى من يقوم مثلا بالإدارة والعمل، يقوم بأشياء كتيرة، واحد عايز كذا وعايز كذا وعايز بيرة وعايز تخفيق وعايز كهرباء وعايز مش عارف، يبقى كلها عايزين نتعاون فيها علشان ينتج ايه؟ العمل ايه؟ الصالح اللي يفيد ولا يجيش فيه خلل. نعم. جميل. تعاونوا بس على البر وعلى الايه؟ وعلى التقوى. نعم. قال الله تعالى، ولذلك الحق سبحانه وتعالى لم يعفي مخلوقا من عمل الخير والمعونة عليه. يعني دبر الكل، ليس على الضعفاء، طب الضعيف، ولا على المرضى، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. ما عندوش حاجه، امتى مش بس بقى ما عفاهمش بقى، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ولرسوله ما على المحسنين من سبيل. يعني يشحت بقى، يا فلان انت عندك ربنا من ايه؟ الله. طب وما عنديش لا دي ولا دي، ما اقدرش على دي ولا دي. قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يبقى خميرة الإيه؟ خميرة الخير مغروسة فيهم مش غادة. يبقى الواجد يبذل، اللي مش واجد ينصح. يبقى جود بالمال أو جود بالمقال، إما لقيتش ده وده عيط على نفسك بقى وقول لي انا بقى ليه انا مش قادر اعمل دي ولا دي ولا دي. التعاون فضلت التعاون على التقوى. تعاونوا على البر والتقوى. البر هو ما يعود اثره على الغير. التقوى يعود علي يعني. انا بتقي به شرائط النار. وكيف يتعاونوا على التقوى؟ لما يشوفني واحد مقصر في الصلاه يقول له قوم صلي. مقصر في، يقول لي بلاش دي، لا بلاش دي. رجلان تحابا في الله، لما واحد يعمل حاجه الثاني ينقذ يقول له لا. هذا التعاون على التقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. صدق الله العظيم. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. نعم. لماذا هذا الخوف؟ لمن هذا الخوف؟ الخوف هو الذي آمن إيمانا بأن لله منهج يحرم بعض الأشياء وقدر عليه جزاء في الآخرة. يبقى يخاف يعمل عشان ما يحصلش له ايه؟ الجزاء. وخاف مقام ربي، أي أن الجزاء مش من مساو لك في القدرة، لا ده من الرب. الرب اللي هو ايه؟ المقياس الأعلى في القوة. يبقى يخاف مقام ربه ومكانته، أنه هو لما يعمل فيه حاجة ما حدش هيقدر يرده، لا في أولياء تمنعه ولا في حد يقدر يرده. ولمن خاف مقام ربه جنة. الكلام في قوله جنتان. ما المقصود بجنتان؟ جنة الله سبحانه وتعالى حينما أزلا رأى أن يرسل رسولا بمنهج ويأمنوا ناس يكفروا، ناس يكفروا وناس يأمنوا، ففرض أن كل من في الأرض يكفر، فصنع لهم إيه؟ نارا على أن كلهم كافرين، وصنع لهم جنات على أن كلهم مؤمنين. يعني ما عندوش أزمة مساكن. إن أمنتوا كلكم أنا عندي لكم سكن، كفرتوا كلكم برضو عندي لكم سكن. طيب وبعدين آمن البعض وكفر البعض. طب المؤمن خد جنته والكافر فضلت جنته اللي كانت مخلوقة له. يقوم يقول للناس بقى المؤمنين خدوا بقى ورثوا أولاد الكلب، خدوا الجنة بتاعتهم. يبقى لمن خاف مقام ربه جنتان، جنة بعمله
وجنة بايه؟ بمن كانت موضوعة للكافر ولكنه كفر فذهب الى الايه؟ الى النار. او ان الحق هنا في هذه السورة يخاطب جنسين، الثقلين، سنفرغ لكم ايها الثقلان، يعني الجن والانس. يبقى الجن له جنة والجنس ولمن خاف مقام ربه، الجن له جنة والانس له ايه؟ له جنة.